سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية إدراج الصور داخل المستند. ويوفر البرنامج العديد من الصور والأشكال سابقة الإعداد التي يمكننا إدراجها داخل المستند. ونبدأ بفتح القائمة Insert ومنها القائمة الفرعية Picture. فنرى أنه يمكننا إدراج العديد من أنواع العناصر الرسومية والأشكال داخل المستند. فباختيار Clip Art تظهر لوحة الوظائف Insert Clip Art التي تمكننا من إضافة عناصر الوسائط المتعددة Multimedia مثل الصور أو ملفات الصوت أو قطع الملفات الحركية Animations من مكتبة العناصر سابقة الإعداد في البرنامج. وباختيار From File سوف يمكننا إدراج صورة من ملف خارجي سواء على القرص الصلب الخاص بالجهاز الذي نعمل به أو من على أحد الأجهزة المتصلة بالشبكة المحلية Local Network. وباختيار From Scanner أو Camera سوف يمكننا إدخال الصورة التي نريدها باستخدام جهاز الماسحة الضوئي Scanner أو من خلال الكاميرا الرقمية Digital Camera، ثم إدراج ملف الصورة بعد الانتهاء إلى المستند. وباختيار Organization Chart سوف يتم إدراج تخطيط بياني Flow Chart سابق الإعداد إلى المستند. وباختيار الأمر New Drawing يمكننا تكوين صورة جديدة باستخدام أدوات الرسم التي يوفرها البرنامج. وباختيار Auto Shapes سوف يمكننا إضافة أحد الأشكال سابقة الإعداد في البرنامج. وباختيار Word Art يمكننا إدراج كتابات رسومية بأشكال وتأثيرات معقدة داخل المستند. وباختيار Chart سوف يمكننا إضافة الرسومات البيانية لتمثيل القيم المختلفة. وسوف نتعرف على كيفية إضافة وتعديل الرسوم البيانية تفصيليا في الأجزاء القادمة. وفي هذا المثال سنقوم بإدراج صورة من النوع Clip Art إلى المستند. فنختار الأمر Clip Art من القائمة الفرعية Picture. فتظهر لوحة الوظائف Insert Clip Art. وعند اختيار Clip Art لأول مرة سوف يقوم البرنامج بالبحث عن جميع الصور الموجودة على القرص الصلب الخاص بالجهاز، ثم يقوم بتصنيف وإضافة هذه الصور إلى النافذة Clip Organizer التي تستخدم كأداة مساعدة لتنظيم عناصر الوسائط المتعددة وزيادة سهولة عملية البحث عن العناصر، حيث يتم وضع هذه العناصر في مجلد خاص يسمى My Collections، بينما يتم وضع الصور Clip Art الموجودة في البرنامج داخل المجلد Artist Collections. ويمكننا البحث عن الصور التي نريدها باستخدام القوائم والخانات التي نراها في لوحة الوظائف Insert Clip Art. ففي الخانة Search Text نقوم بإدخال موضوع الصورة التي نريد البحث عنها، ونضغط على مفتاح Search، فيقوم البرنامج بالبحث عن الصور المتعلقة بهذا الموضوع، وتظهر نتيجة البحث في الجزء Results كما نرى. فنضغط بالمؤشر على الصورة التي نريدها لإدراجها إلى الصفحة الحالية في موضع وجود المؤشر. ومن الجزء Other Search Options يمكن تحديد أو تقليل نطاق البحث عن الصور التي نريدها. فمن القائمة Search In نقوم باختيار المجموعة التي يتم البحث بداخلها. ومن القائمة Results Should Be نحدد نوع الملفات التي سوف يتم البحث عنها. فإذا أردنا مثلا البحث عن Clip Art أو Photograph فنقوم بإزالة جميع الاختيارات الأخرى عدا الاختيار الذي نريده. ومن الجزء See Also سوف يمكننا تحميل الصور من الموقع الخاص بشركة مايكروسوفت على شبكة الإنترنت باختيار Clips Online. كما يمكن استخدام النافذة Clip Organizer للبحث عن الصور التي نريدها وإدراجها إلى المستند. وكما نرى أن النافذة Clip Organizer تشبه النافذة Windows Explorer إلى حد كبير، حيث يتم ترتيب الصور داخل المجلدات بحيث يمثل كل مجلد منها مجموعة من الصور. وبالضغط على العلامة بلس بجوار اسم المجلد سوف تظهر المجلدات الفرعية الموجودة بداخله. وبفتح أي من هذه المجلدات تظهر الصور الموجودة بداخله. وعند استخدام النافذة Clip Organizer سوف يمكننا إدراج الصور إلى المستند باستخدام أوامر النسخ واللصق. فنقوم باختيار الصورة التي نريدها ونضغط على السهم الذي نراه في الصورة ونختار Copy، ثم نغلق النافذة Clip Organizer بالضغط على مفتاح Close، ونضغط Yes لإغلاق هذه الرسالة، ثم نضغط على مفتاح Paste من شريط الأدوات Standard Toolbar لإدراج الصورة. فيقوم البرنامج بإدراج الصورة في موضع وجود المؤشر.
وسوف نتعرف في الخطوات القادمة على كيفية تعديل موضع وحجم الصورة داخل المستند.